خطوة عزيزة يا فهد. انت مش رحت وقلت عدولي؟ الصراحة كده يعني أنا زودتها معاك يا حماية، حقك عليا. وأنا لما قعدت مع حالي كده وحسبتها عرفت إن أنت كان عندك حق. غير كده أنا هبقى خسران. يفهم في الأصول برضه. بس أنا يعني ليه عتب عندكم؟ كان فيها إيه لو كنتوا قريتوني على الحوار من الأول؟ ما أنا كده كده عارف إن الجوازة فيها مغرز، أنا آسف. بس مش مشكلة، أنا تمام. أنا بس ليا طلب صغير عندكم. اتفضل. أنا عايزك تكبرني يا توفيق بيه. بمعنى يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دلوقتي جوز بنتك وأبو حفيدك. فأنا بقى عاوز مامي بيا، عاوز الكلمة من بعدك تبقى الفاضل البطل. من بعده ليك؟ طب وانا ايه؟ لا، ما انتوا الاتنين واحد يا نادر بيه، وانا اقدر اتعداك. انت ايه غرضك يا فهد؟ غرضي ان انا راضي باللي انتوا عاوزينه، قصاد ان انا يتعمل لي نمره حلوه في السوق تكبروني، فالميله تتعدل، فابقى فهد البطل جوز اسيا بنت توفيق التمساح، مش الواد فهد البجري. ماشي يا معلم فهد. واول عرض اقدمه لك عشان بحبك في الله، هرد لك على الحركه بتاعت السماحي.